إزاي الجسم يستفيد أكتر من الحديد اللي في الأكل؟ الموضوع كله ليه سر بسيط قوي. الفكرة مش بس في الأكل اللي بناكله، لأ، الأهم هو الجسم بيستفيد منه قد إيه. الحديد ده عنصر مهم جدا، بس مش دايما الجسم بيعرف يمتصه بسهولة، خصوصا من أكل معين. وعلشان نفهم ليه، لازم نعرف إن في نوعين أساسيين من الحديد. الحديد الهيمي اللي من الحيوانات الجسم بيمتصه بسهولة، أما غير الهيمي اللي من النباتات فده أصعب. المصادر النباتية دي زي البقوليات والسبانخ مليانة حديد، بس محتاجة مفتاح يفتح الكنز ده. وهنا بقى يجي دور البطل، فيتامين سي. هو ده اللي بيعلي امتصاص الحديد النباتي بشكل رهيب. يعني الخلاصة كلها في فكرة التركيبات الذكية في الأكل. طب إزاي؟ تعالوا نشوف. مثلاً اللحمة الحمراء مع البروكلي بحديد سهل الامتصاص مع دفعة فيتامين سي، أو طبق شوربة العدس بالطماطم، دي حركة كلاسيكية بتساعد الجسم يستفيد من حديد العدس. حتى الحمص بالليمون، الليمون هنا مش بس طعم، ده بيخلي حديد الحمص متاح للجسم. وعلشان كده دايما عصرة الليمون على السبانخ بتفرق جدا في قيمتها الغذائية. طيب فيتامين سي ده نلاقيه فين بكميات كبيرة؟ المفاجأة إنه في حاجات ممكن ما تخطرش على بالنا. يعني مثلاً حبة فلفل أصفر واحدة دي فيها أكتر من الاحتياج اليومي كله من فيتامين سي. وكمان الجوافة تعتبر من أعلى الفواكه في محتواها من فيتامين سي. بس زي ما في حاجات بتساعد، في كمان حاجات بتعطل امتصاص الحديد، وأشهرهم مشروب كلنا بنشربه. الشاي مع الأكل أو بعده على طول ده بيقلل امتصاص الحديد بشكل كبير جداً. يبقى نلخص الموضوع في كام نقطة سريعة، دي أهم حاجات لازم نفتكرها. دلوقتي بعد ما عرفنا السر ده، يا ترى إيه أول تركيبة ذكية ممكن الواحد يجربها؟